فخدي الامور بسلاسه يا شجره الدر. حاجات تعمليها علشان تبقي more feminine. فيديو النهارده اقول لكم على شويه حاجات تعملوها في الديلي روتين بتاعكم، مايند سيت تساعدكم ان انتوا تبقوا more feminine او عندكم انوثه اكتر. لو اول مره تشوفوني فانا ميرا رضوان، بعمل فيديو عن feminine energy وعن mental health وكمان على reviews. فلو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب، لو تاني مره تشوفوني فويلكم باك. كنت على طول فاكره زمان ان being feminine ان انا البس بينك وشكلي حلو بس وحاطه برفيوم وذاتس ات. بس بعدين اكتشفت ان هي it's more of healing وفي تعافي وفيها مايند سيت معينه ولايف ستايل، اصلا حياه مختلف تماما. وكل ما بتبقي into your feminine energy كل ما بيحصل healing وكل ما you attract او بتجذبي حاجات كويسه في حياتك. اول حاجه ان احنا نكون present. انا عارفه ان احنا على طول متسربعين وعلى طول يا بنفكر في الماضي او بنفكر في الحاضر او سوري بنفكر في المستقبل. somehow احنا مش موجودين في اللحظه الحاليه. يعني اكيد وانتي بتتفرجي دلوقتي على الفيديو ده بتفكري تقومي تعملي ايه بعديه او ايه اللي عملتيه قبل كده، which is not sorry يا جماعه which is against الفيمينين انرجي و against ان احنا نكون present. حتى بيقولوا ايه ان كل حاجه بتحصل هي بتحصل في الوقت الحالي، حتى الماضي هو بيحصل في الوقت الحالي. ان انت لما بتفكري في الماضي او بتفكري في الميموريز او الذكريات اللي ليها علاقه بالماضي انت تفكري فيها في الوقت الحالي، ولما بتخططي للمستقبل فانت برضو بتخططي ليه في الوقت الحالي. فاهم حاجه تعمليها او ان انت تبقي present في الوقت الحالي، عشان ده كل اللي احنا عارفينه وده كل اللي احنا معانا دلوقتي. تاني حاجه ان احنا تو ريلاكس. انا طبيعتي للاسف بحرق في نفسي جامد قوي وعلى طول احس ان انا بجري، وده مش صح. فكره مثلا تصحي قبل ما تنزلي الشغل 10 دقايق وتعملي كل حاجه جري جري جري، ده بيوتر your nervous system وبيدخلك اكتر في your masculine energy. فكل ما كنتي هاديه وكل ما خدتي كل حاجه بالراحه، عملتي شعرك بالراحه، سرحتي شعرك بالراحه، خدتي وقتك انك تحطي ميك اب، خدتي وقتك انك تقري، خدتي وقتك ان انت تتفرجي على يوتيوب فيديو من غير ما تعمليه بسرعه 1.25 انا بجري الفيديوز. ده بيخليكي more relaxed و more into your feminine energy. ازاي بتتكلمي بالراحه. انا شخص بيتكلم بسرعه جدا، بحاول ما اتكلمش بسرعه بس بفشل ولا نفسي بتكلم بسرعه. عكس الفيمينين انرجي او انك تكوني into your feminine energy شويه. فحاجات كده اللي هو slow down، مفيش حد بيجري ورانا. تالت حاجه محتاجين ان احنا ننجوي كل حاجه او ان احنا يعني مثلا ايه، لو انتي بتعملي your skin care routine ولعي شمعة، لو انتي بتسرحي شعرك شغلي كده ميوزك بتحبيها، اشربي القهوة بتاعتك بره في البلكونة وانتي بتقري الكتاب بتاعك واسمعي صوت العصافير، كأنك عايشة في موفي، كأنك عايشة في فيلم. يعني فاهمة، كل حاجة كل لحظة حلوة انتي بتخليها احلى، او كل لحظة عادية انتي بتخليها حلوة. حاجة تخلصي من اي حاجة ممكن تكون معكنين عليكي حياتك، كتاب، لبس مش بتلبسيه، روقي اوضتك، ارمي الزباله اللي انت مش محتاجاها، تخلي عن مايند سيتس او افكار مش بتساعدك ان انت تبقي احسن، تخلي عن ناس بيأذوكي اكتر ما هم بيساعدوك تبقي احسن. فديكلاتر يور لايف، ديكلاتر كل حاجه ممكن تكون بتأذيكي. خامس حاجة، وانتوا بتتكلموا speak with intention. اكتشفت ان اي افك اللي هو اقداركم تؤخذ من افواهكم، او ان احنا لما بنتكلم عن حاجه او بنقول حاجه ممكن تحصل. وانت بتتكلمي يعني خليكي كده عارفه انت بتقولي ايه عشان ممكن تحصل. و... ولما بتطلعي نيجاتيف انرجي انت بتاخدي نيجاتيف انرجي، ولما بتطلعي بوزيتيف انرجي بتاخدي بوزيتيف انرجي. وانت بتتكلمي اي كلام خليكي تكلمي وانتي واعية with intention أو good intentions. رقم 6، أنا ضد اللي هو لازم نكون serious 24 ساعة ولازم نكون في أحلى شكل وأحلى نتكلم بأحسن طريقة. يعني أوكي في وقت، يعني مش كل الوقت هنبقى 100% feminine أو 100% put together. في بعض الأوقات عادي نضحك ونهزر ونلعب، نخرج ونتفسح ونرقص ونعمل حاجات كثيرة قوي، عشان احنا بشر في الاخر. فما ينفعش ابقى 24 ساعه في الوقت، 24 ساعه في اليوم واخده حياتي سيريسلي، واخده نفسي سيريسلي، واللي هو لا اصلا ما ينفعش اعمل كده، اصلا ما ينفعش نقول كده، اصلا مش عارفه تحسي ان كده انت عامله نفسك كده. لا، عايزاكي ترجعي طفله تاني، يعني ترجعي طفله وتهزري وتلعبي زي ما كنتي طفله.
يعني ده بيهيل your feminine energy وبيهيل your childhood الاتنين. فخدي الامور بسلاسه يا شجره الدر. انا محبش الفيديوز تبقى طويله، فانا هكتفي بالبوينتس دي المره دي، والمره الجايه نقول بوينتس تانية. بس عايزه اقول ان اعملي برضو اللي تحسي ان هو مقربك من نفسك وتحسي ان انت مرتاحه وانت بتعمليه. هتلاقي تيك توك وانستجرام ويوتيوب فيديوز بتاعتي حتى انا بتكلم عنها ازاي تكوني فيمينين. في حاجات بتحسي ان هي يعني ماشيه معاكي، في حاجات لا تحسي ان انا مش عايزه اعملها، ما تعملهاش. مفيش حد مجبرك انك تعملي اي حاجه انت مش حاسه ان هي مش مريحاكي. فالبوينت كلها ان احنا نعمل حاجه مريحانا وتحس ان هي مريحانا في جسمنا وفي حياتنا. فما تخليش اي حد يقنعك باي حاجه انت مش مقتنعه بيها. بس هي دي برضه هول بوينت في الموضوع كله، ان انت تبقي قريبه من نفسك من غير ما شوشره اللي بره تاثر عليكي. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، وعملوا لي فولو على الانستجرام. هسيب لكم كل السوشيال ميديا لينكس تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي.